رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مش كل أكل بناكله مفيد لصحتنا، وخاصة وسط كم هائل من الأنظمة الغذائية والترندات. بقينا محتارين نسمع لمين ونمشي ورا إيه. الحقيقة إن التغذية السليمة مش نظام مؤقت، دي أسلوب حياة بيبدأ بوعي واختيار صح. النهاردة إن شاء الله هنبسط المفاهيم في فقرتنا. معانا ضيفنا في الاستوديو النهاردة الدكتور أحمد طه، أخصائي التجميل والتغذية العلاجية بالمركز القومي للتغذية ومركز بي ستار كلينيك. أهلا اهلا وحضرتك وسهلا دكتور بيك، أحمد. سعيد بوجودي معاك في قناه النهارده. اهلا شرفنا وسهلا بيك. ومنورنا في ربنا برنامجنا. يخليك، الله يبارك فيك. دكتور أحمد، التجميل والتغذية دلوقتي التجميل أصبح ترندات عبارة عن عمليات وحقن. إيه دور التغذية في التجميل؟ إزاي بالتغذية نقدر نحصل على شكل أفضل؟ احنا بس في البدايه حابين ان احنا نوضح نقطه مهمه جدا، ان التجميل مش مجرد عمليات او حقن، وانما مهم جدا، دي يعتبر نص الحقيقه او مش صوره كامله. الاساس هو وجود التغذيه او التجميل بيبدا من جوه الجسم قبل بره الجسم. يعني انا دلوقتي لو باجي على مريضه بحقنها مثلا فيلر او بوتوكس او بعمل لها اي عمليه تجميل، لازم في الاول اسالها انت بتاكلي ايه، او بمعنى ادق هل التغذيه بتاعتك تغذيه سليمه ولا لا. تمام. لان التغذيه بتلعب دور كبير، ولو التغذيه ما كانتش سليمه العمليه او اللي انا عامله كله ممكن يبوظ. تمام. إزاي الأكل والتغذية السليمة فعليا ممكن يفرق في شكلنا؟ بص، هو انا زي ما انا قلت دايما اقول ان التغذيه ديت هي عباره عن ارخص واهم وسيله موجوده في السوق. وانا لو انا بعتبر دايما كده الجسم ده زي المصنع، والتغذيه ديت هي الماده الخام. لو انا بشتغل بماده خام كويسه، الناتج اللي طالع من المصنع هيبقى كويس. يعني بمعنى اصح، لو انا قدرت ان انا اخلي المريض يتغذى تغذيه سليمه، بالتالي العمليه التجميليه اللي انا هعملها او الاجراء التجميلي اللي انا هعمله هيطلع بصوره مناسبه. لكن لو افترضنا ان احنا عندنا مريضه بتستخدم سكريات كتير، مقلله من نسبه البروتين، ما بتتناولش ميه بكميه كافيه، ما بتنامش كويس، او بمعنى اصح خلينا نتكلم عن التغذيه قبل العادات التانيه، هنلاقي ان هي ناتج عنه بشره باهته، ترهلات في الجسم. حتى لو انا عملت اي اجراء تجميلي هيبدا الاجراء ده يبوظ بعد ما اشتغل، وفي الاخر نقول المشكله في الدكتور. لا، المشكله ما كانتش في الدكتور، المشكله كانت في ان المريضه من الاول انا باني على اساس مش كويس. نوضح أكتر للسادة المشاهدين. يعني ممكن حد يعمل عملية من عمليات التجميل وبسبب أسلوب غذائي خاطئ يفضل فعليا بنفس الشكل؟ طبعا، يعني كتير من المرضى فاكرين الفكره كلها ان انا بدون اي اجراءات خالص، او كتير جدا من بعض المرضى ظانين ان لا يا دكتور انا مش همشي على نظام غذائي، انا مجرد بس ان انا هعمل عمليه شفط دهون وبعد كده انا هاكل براحتي وجسمي مش هيزيد. لا، انت بمجرد ان انت هتخلص عمليتك حتى وبدات ترجع لاكلك تاني، هتبدا تظهر تراكم دهون تاني، هتبدا ترهلات في الجسم تظهر تاني. نفس الكلام انا دايما بقول كده بالمعنى البسيط، لو انا عندي مبنى اساساته بايظه تمام. وانا بدات من بره حاولت الونه، طب ما هو من الاساس المبنى كله هيقع، لان انا ايه فايده التلوين اللي بره والاساس مش كويس. تمام. طيب، في ناس بتنزل في الوزن ومع ذلك ممكن الشكل يتغير بالنسبة لهم للأسوأ. ايه السبب في كده وازاي نتجنب ده؟ انت يمكن بتتكلم على اخطر نقطه، تمام. ونقطه مهمه جدا. انا يمكن الاسبوع اللي فات كانت لسه عندي حاله، وحضرتك عارف بقى الفتره اللي فاتت ديت الناس اللي لجأت الاستغناء عن الدكتور وعن بيستخدموا الدكتور التاني اللي هو الشات جي بي تي. تمام. فبداوا انها بدات تدور على نظام غذائي، واستخدمت نظام. هي يعني باللفظ كده قالت لي يا دكتور انا نزلت 5 كيلو، بس قدامهم انا كبرت في السن 10 سنين. اللي حصل عندها لما فحصناها، هي من الواضح انها خدت نظام غذائي. في حالات معانا على الشاشة يعني قبل وبعد. الحمد لله. يمكن الحالات ديت كان مهم عندي جدا فيها، ويمكن اللي بنهتم فيه بمركز بي ستار كلينيك ان احنا بنهتم مش مجرد بس اتباع نظام غذائي، لازم يكون نظام غذائي صحي، ولازم يبقى نظام تغيير اسلوب للحياه. يعني ايه نظام غذائي صحي؟ ويمكن لسه كنت بقول على الحاله ديت، الحاله دي اللي حصل معاها انها استخدمت نظام غذائي، نزلت وزن وميزان، بس نزلت معاها مش دهون، نزلت عضلات. وفي نفس الوقت ما كانتش بتستخدم ميه بكميه كافيه، فحصل جفاف في البشره.
فنتج عنه ان المريضه جايه بشره جافه وباهته، في حبوب كتير جدا في الوش، في ترهلات في كل اجزاء الجسم. يمكن المريضه كلامها كله يا دكتور، انا الناس بقت بدل ما بتقول لي لا ما شاء الله شكلك بقى جميل، لا انت مالك تعبانه، انت عندك مرض معين. فاحنا عايزين، يمكن هي النقطه ارتباط ما بين التغذيه السليمه هتنتج عنها تجميل كويس. وهي الفكره كلها ما هواش نزول ميزان، وانما عمليه توازن بين التجميل وبين التغذيه. سؤال مهم ما ينفعش نعدي الفقرة دي من غيره، حقن التخسيس طبعا اللي منتشرة على السوشيال ميديا، ايه رأي حضرتك فيها؟ والله يعني انا بس عايز الفت نظر المشاهدين، ايه هي حقن التخسيس دي، طبعا بدون ما نذكر اسمائها يعني. بس هي بتشتغل على نوع من الهرمونات اللي هي GLP-1. يمكن هي دوره ان هو بيقفل الشهيه، بيساعد ان هو يعمل ابطاء في تفريغ المعده للاكل، فطبعا ما بيخليش المريض عايز ياكل بسرعه، وفي نفس الوقت بيظبط نسبه السكر، وعمليه القفزه اللي بتحصل للشهيه مره واحده ديت ما بتحصلش. لكن هي ما بتحرقش دهون، هي ما تنفعش انها تستخدم من غير نظام غذائي. ويمكن هي ديت النقطه اللي المرضى مش فاهمينها. المريض متخيل ان ده سحر، انا اديله الحقنه هيخس بدون ما ياخد اي نظام غذائي. لا، هو الحقن دي هي وسيله مساعده بجانب المريض. انا دايما اقول له عامله زي السنتين بتوع العجله، اللي احنا بس بنخليك تسدس نفسك لحد ما هنغير لك نظام الغذائي بتاعك واسلوب حياتك. بعد ما هنشيل الحقن انت ماشي في طريقك خلاص، ان انت غيرت اسلوب الحياه بتاعك. لتصحيح برضو المفاهيم المغلوطة لدى الناس، هل مشكلة السمنة نفسها هل بتتمثل في الشكل فقط؟ والله انا يعني يمكن كل لقاء او كل فيديو انا بطلعه بذكر كلمه ان الصحه والجمال كلمتين لجمله واحده، ولا يمكن يبقوا اتنين. يمكن المريض لازم يبقى فاهم ان مشكله سمنه او نحافه ما هياش مشكله تجميليه. لان في بعض الناس تقول لي يا دكتور انا لا انا عاجبني شكلي كده، انا بالكرش يا سيدي ده عز. انما هي الفكره ان السمنه مش مجرد انها شويه ترهلات او في الجسم، ما هياش تغيير بس في شكل الجسم، وانما في مشاكل مرضيه تانية. ممكن انها ترفع نسبه الدهون في الدم، ممكن انها تؤدي الى امراض زي الضغط وزي السكر. ويمكن مرضى كتير جدا بنلحقهم في الاخر خالص بعد ما يكون خلاص النزول الوزن نفسه مش حل. لا، ده في امراض تانية احنا بنعالجها بجانب السمنه. طبعا احنا في مصر وما شاء الله في عادات غذائية خاطئة كتير، نسأل حضرتك ايه اشهر العادات الغذائية الخاطئة اللي موجودة فعلا ومنتشرة بين الناس وبتأثر على الصحة والشكل، وازاي نعالجها بعادات اخرى سليمة؟ والله هو في عادات كتير جدا المريض بيبقى ماشي عليها غلط في مصر، بس يمكن اشهر عادات او يمكن اشهر 5 عادات بيحصلوا. نمرة واحد الافراط في السكر. يمكن السكر ده انا بعتبره بسميه اللي هو زي الحرامي الابيض، اللي هو او الحرامي المميت، لان هو مع كتر الافراط في السكر، وخصوصا في حاجه بنسميها الادد شوجر اللي هي زي السكر الصريح، السكر الابيض او الحلاوه او المربى، الافراط فيهم بيؤدي الى ان هي بتضر بالصحه جدا. انا لو عايز اخد سكر اخد بكميات قليله، ما بقولش نمنع خالص، ولكن ناخدها بسكر صحي. ممكن ناخد السكر ده جوه ثمره فاكهه، بحيث ان احنا ناخد كميه السكر اللي احنا عايزينها وفي نفس الوقت ما نضرش بالجسم. النقطه الثانيه فكره ان انا اقلل نسبه البروتين. ويمكن حضرتك فاهم الكلام ده، ان في خلايا في جسمنا ما بتتجددش زي خلايا المخ وزي الخلايا مثلا اللي هي العضلات. فالعضلات لما تقل بيحصل مشكله بعد كده ضعف في الجسم. نمرة 3 عملية عدم شرب المية بكمية كافية، ودي بتعمل جفاف في البشرة وجفاف وتعمل مشاكل كتير جدا في الجسم. نمرة 4 عدم الانتظام في النوم، ودي يمكن مهم جدا. النوم ده مهم زيه زي أي عادة موجودة في جسمنا. وآخر حاجة ودي أهم حاجة الاستمرارية. للأسف يعني المريض بيبقى ماشي معايا كويس جدا وبيجي في لحظة يوقف. انا اول كلمه قلتها ان احنا مش عايزين عمليه يوم او 2، وعمليه ان انا النهارده انجح عمليه تجميل مش مجرد صدفه، دي هي بتبقى اسلوب حياه انا مشيت عليه فتره طويله، بالتالي انا اسست جسمي ان هو ماشي على نظام معين. تمام تمام. في حاجة بقى منتشرة جدا، ممكن إحدى السيدات تروح لدكتور تخسيس
تبدأ تمشي على نظام رجيم معين، بعد شهرين ثلاثة تبدأ تخس في الوزن، فصاحبتها تتصل بيها تمشيها على نفس النظام اللي كانت ماشية عليه. ايه رد حضرتك؟ والله انا يعني حضرتك بتتكلم على حاجات احنا بنشوفها كل يوم. طبعا. للاسف المريض بتلاقيه عاملين جمعيه في نظام واحد. لا يا جماعه، المريض كل مريض له قصته المختلفه عن المريض التاني. كل مريض، في مريض عنده مشاكل هرمونيه هي اللي عامله له المشكله اللي عنده، سواء سمنه او نحافه. في مريض تاني عنده مشاكل صحيه متاثره، لازم اخد بالي وانا بحط النظام الغذائي ان انا اشيل عناصر واحط عناصر. في بتبقى اسباب وراثيه، في اسباب كتير جدا. فانا كل مريض ليه النظام الغذائي الخاص بيه. ويمكن يعني انت فتحت لي المجال ان انا اقول كلمه مهمه جدا يا جماعه. لازم يبقى في لغه بينك وبين جسمك، لازم تسمع لجسمك. الجسمك ساعات بيبعت لك رسائل لازم تاخد بالك منها، مش مجرد سمنه او نحافه. ممكن تحس بشويه صداع، يكون الصداع ده سبب لمرض معين عايز ينبهك ليه. ممكن شويه تغيير في ضربات القلب. يعني انا يمكن اتكلمت في حاجه بعيده عن مجالي انا، تمام. بس انا بكلمك ان هي دي مشكله عندنا كلنا، ان المرضى كتير جدا سواء في عندنا في التجميل او في تخصصات تانية. المريض بيتلحق متاخر لان المريض بيطنش، بيحس بشويه بهتان في وشه، ده شويه اجهاد بس، ما بيركزش ان ممكن في شويه انيميا، في مشكله عنده، او اكل معين هو مقلل منه هو اللي عامل المشكله دي كلها. في تخصصات كتير دلوقتي في اهتمام طبعا شديد بالبشرة. بالنسبة بقى للتغذية العلاجية والتجميل، ايه الأكلات فعليا المفيدة للبشرة؟ والله يعني اهم اكلات مهمه جدا مش للبشره، الجسم كله، هي الخضار والفاكهه. لازم وجبتك مش بقول يعني افضل حاجه طبعا الثلاث وجبات، بس على الاقل وجبتين في اليوم يبقوا فيهم طبق السلطه. يمكن مهم جدا، وانا مش بقول لازم يعني الثلاث وجبات يبقوا فيهم طبق سلطه، على الاقل خالص وجبتين في اليوم يبقى فيهم طبق سلطه. يمكن انا بعتبر هو بقى طبق السلطه ده هو الحاجه الساحره عندنا في التغذيه. طبق السلطه فيه كل العناصر وكل الفيتامينات والمعادن اللي مهمه للبشره ولكل الجسم. ويمكن يعني طبق السلطه ده بيعوضنا كمان وانا شغال في الرجيم، ساعات في بعض العناصر بتبقى ناقصه الطبق السلطه بيعوضها. نمره اتنين طبعا تناول الفاكهه، وده طبعا هيحسن نسبه الكولاجين اللي موجوده في البشره. بجانب تغذيه تناول البروتين بنسبه كافيه. هنقلل طبعا من السكريات والدهون الضاره، مع شرب الميه بكميه كافيه. ويمكن انا ده مهم جدا، انا كل نظام انا بحطه لازم ببقى حاطط 4 لتر ميه في اليوم. الميه دي مفيده جدا علشان عمليه نضاره البشره. اخر حاجه ان غير بقى التغذيه، العادات كمان، النوم الكافي ده اللي هيحافظنا على نضاره البشره. آخر حاجة، مشكلة بتؤرق الكثيرين، مشكلة ثبات الوزن، وإزاي نتخلص منه فعليا، ونصايح للسادة المشاهدين عن التغذية. والله بص، يمكن الحته ديت لسه ليها علاقه بالاستمراريه اللي انا بقول عليها. المريض بيجي او الكلاين بيجي بياخد نظام غذائي، وبعدين بيعتبر بقى ان النظام ده هيمشي عليه العمر كله. بياخده يدنه ماشي عليه اسبوع واثنين وثلاثه واربعه. النظام في اول اسبوع بينزل معاه كويس جدا، وبعدين تاني اسبوع يبدا ينزل معاه كيلو او كيلو ونص، وبعدين بعد كده النظام يقول له جرى ايه بقى، انت هنمشي عليك طول العمر. فبيبدا بعد كده خلاص الجسم بيوقف نزول في الوزن. نمره اتنين، عمليه تعود او الادابتيشن اللي بتحصل من الجسم للنظام الغذائي. عشان كده انا بحط دايما يوم فري في النص. يوم الفري اقول لهم يا جماعه اهميه اليوم الفري من اهميه النظام. لازم نعمل زي صدمه للجسم، نبدا ننسيه الرجيم. لو الجسم ده انه عامل ربنا سبحانه وتعالى يعني حاطط زي ما بيحصل عندنا في السرفيشن مع الجمال والحاجات دي، ان فتره بعد الجسم يقعد فتره على نظام، ربنا بيعوض الجسم على النظام ده علشان يحافظ على البقاء. فانا لازم اغير النظام كل شويه وامشي. النظام بيبقى زي كيرف كده طالع نازل، ازود الاكل في اسبوع واقلل الاكل في اسبوع. بجانب تغيير، لو حصل مع ده كله لسه في ثبات في الوزن، فانا بغير المجهود بتاعي. ويمكن الناس بتعتبر المجهود البسيط اللي هو بتاع طلوع السلم ونزول السلم ده مجهود. لا يا جماعه، ده المجهود اللي الجسم متعود عليه. لا، انا عايزك امشي مثلا 2 كيلو في اليوم، مش لازم في اول يوم 2 كيلو، بس بالتدريج كل يوم ازود نسبه المشي شويه والمجهود شويه. يمكن اخر نصيحه عايز اقولها، حافظ في حياتك على مثلث او تريات كده من 3 اضلاع. نمره واحد التغذيه السليمه. تمام. زي ما انا قلت، ازود البروتينات وازود المي، ازود البروتينات واقلل شويه من السكريات والدهون الضاره. نمره اتنين تناول الميه بنسبه كافيه، وانا عمال اكد على الميه. يمكن الناس
في ناس بتلاقي في شويه تجمعات ميه تحت جلدها، تقول لها يا دكتور انا مش هاخد ميه، اصل الميه هتزيد. دي حاجه ودي حاجه تانية. النقطه الثالثه يعني النوم كميه كافيه في اليوم هيساعد على الصحه ويدي للجسم فرصه للباور. ولازم نبقى فاكرين دايما ان الصحه والجمال كلمتين لجمله واحده، ولا يمكن يبقوا اتنين. تمام. احبكم. دكتور احمد طه، بنشكر حضرتك جدا، معلومات قيمه ومفيده جدا، استفدنا من حضرتك النهارده. انا شاكر لحضرتك جدا وسعيد بوجودي معاك النهارده. احنا اسعد بحضرتك. ربنا يخليك يا فندم، شكرا ليك. شكرا. أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بحلقتنا النهاردة. نشوفكم في حلقة جديدة من رواد الطب، في أمان الله.